ازيكم؟ انا في بيت بابا وماما تعبانه، فانا اللي هعمل الاكل النهارده ان شاء الله. هي قالت لي اعمل ايه؟ تمام. فاول حاجه هعملها هي صينيه باميه، فشوفوا معايا بقى ازاي هعملها. هو اهم حاجه عندنا ان احنا نسلق الفراخ او اللحمه في بيت بابا. تمام. فهنا الفراخ بتتسلق وانا مهديه عليها النار، ومش هسلقها جامد، هديها نص سلقه عشان هرجعها في صينيه الباميه وادخلهم هما الاتنين الفرن. فكملوا معايا الفيديو ويلا نشوف انا بعمل ايه. اول حاجه انا بشوح البصله وقطعه البصله اي تقطيعه انتوا عايزينها. تمام. وهحط لها ملح، هنحط لها ملح ورقتين لورا، وكمان بحب احط لها حبه فلفل اسمر، وكمان قرن فلفل اخضر. بحب احط لها قرنين، واحد من الاول كده وواحد احطه في اخر الصينيه قبل ما ادخلها الفرن. بعد ما البصل اخد لون كده، وانا قصدي ان هو ياخد لون خفيف، لان اللون الخفيف دي والكرمله اللي انتوا شايفينها البسيطه دي هتودي صينيه الباميه في مكان تاني خالص. ربنا يشفيك يا ماما يا رب. بس دلوقتي بقى هحط الباميه، وبمجرد ما بنزل بالباميه اول حاجه بعملها ان انا بضيف عليها عصير ليمون، ليمونه او نص حسب الكميه بتاعه الباميه. الثوم وقلبته بس مصورتوش معلش، وادي معلقه صلصه هقلبها كده، وبعد كده انزل بشويه طماطم. دلوقتي هنزل بحوالي ربع نص شفشة عصير طماطم، بس شفشة صغير يعني مش كتير، عشان ماما قالت لي متحطيش فيها عصير طماطم كتير. وهسيبها ياخدوا ويدوا شوية مع بعض. دي تقريبا بهارات شوربة، بس ماما حطت عليها بهارات فراخ. هي كانت بهارات شوربة، ماما حطت عليها بهارات فراخ بهارات ايطالي، وكل البهارات اللي عندها حطيتها في برطمان واحد، وانا هعمل كده وارشهم على البامية. هي ماما قالت لي ان هي جربتها في صواني قبل كده وطلعت حلوة، تمام. وبعد ما شربت كده كل عصير الطماطم بتاعها، هحط لها شوية شوربة من شوربة الفراخ. حطيت لها الشوربة وهتابعها، لو عايزة تاني هديها. ادي صينية البامية حطيت عليها الفراخ واديتها شوية شوربة، واديت على الوش كده فلفل اسود وشوية زيت. بعد الخضار بقى لو عايزين ملح يحطوا هما ملح. تمام. مسخنة الفرن، هتلفها دلوقتي وادخلها جوه الفرن. شايفين الجمال يا جماعة؟ هتاكلوا احلى صينية بامية ان شاء الله يعني. اهو بقى تعالوا اوريكم عملت ايه كمان. عملت رز بالشعريه، وعملت لسان عصفور ببطاطس عشان ماما بتحب البطاطس قوي. وده بقى كان فيديو النهارده يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نكبر بقى مع بعض. ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.